وحين نلتقي تتدفق الكلمات ويحلو الحديث عن الذكريات، ولنا حديث عن الأمنيات، ونعيش لقاء مع أجمل اللحظات. الإذاعة الدولية من القاهرة تقدم لقاء مع إعداد وتقديم هدى حسان. أصدقائي، لكل منا محطات ولحظات ومواقف وشخصيات في حياته لا تنسى، ومن خلال هذه الحلقات نلتقي مع شخصيات نغوص معهم في بحار حياتهم لنستكشف هذه الحياة. أعزائي، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من لقاء مع. بيسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف الأستاذ جورج إبراهيم، وهو مهتم بالشأن الفني. أهلا بك أستاذ جورج. أهلا بحضرتك يا أستاذة هدى. بتحتفل الأوساط الفنية والموسيقية والعربية في الوطن العربي كله بذكرى رحيل ملك العود فنان فريد الأطرش. والحقيقة أنت أستاذ جورج يعني معروف اهتمامك بالشأن الفني والتأرخ إنك لكثير من الفنانين، مش بس فريد الأطرش. ولكن الحقيقة أنا لما سمعت تأرخ حضرتك لقصة حياة فريد الأطرش حسيت إن أنت يعني مهتم جدا وعندك كثير من التفاصيل يعني اللي مش موجودة. طبعا فريد الأطرش قصة حياته طويلة، ولكن احنا هنبدأ من اكتشاف الموهبة عند فريد الأطرش. مين اللي اكتشف الموهبة وبدأت من امتى؟ هو يا فندم طبعا حضرتك هو اسمه فريد فهد فرحان اسماعيل الأطرش. ايوه. من مواليد 1917. منذ طفولته، لأن والدته كانت بتعزف عود. أيوة. فهو كان بيحب آلة العود جدا. أيوة. وهو طبعا كان في مدرسة الفورير الفرنسية، فطبعا اتنقل من المدرسة ديت لظروف ما وانتقل منها المدرسة البطريركية. في المدرسة دي هي اللي عملت نقلة كاملة عند فريد الأطرش، لأنه كان بيحب الترانيم المسيحية جدا. فطبعا المسلمين اللي كانوا معاه في الفصل كانوا بيخرجوا من الفصل أثناء حصة الترانيم. أما فريد فكان بيحضر وبيحب التراتيل دي وبيحب النغمات دي جدا، لأن والدته زي ما قلت لحضرتك كانت بتعزف على آلة العود. يقال إن صوتها كان حلو كمان، وصوتها كان جميل. فالعزف والدته وغناها مع الترانيم اللي كان بيسمعها في المدرسة هو ده اللي شكل عنده الموهبة دي. فمن خلال الترانيم والتراتيل المسيحية اللي كان بيرددها فريد الأطرش فهم حسوا ان صوته جميل، وده كان سبب اساسي في نبرة الشجن عند فريد الأطرش. فالاساتذة في المدرسة وصلوا لوالدته يعني ان فريد صوته جميل جدا في اداء الترانيم. ومش بس كده، ده كان هو اللي بيقود فرقة التراتيل الدينية، ولذلك يعني هو بقى مايسترو، طبعا راجل موسيقار ومايسترو كده. فهو متعود على ان هو يقود من خلال المدرسة وهو طفل. فطبعا لما كبر فهم طبعا الاساتذة نصحوا والدته ان هو يقدم في معهد الموسيقى لما يكبر. وفعلا لما كبر دخلوه معهد الموسيقى وامتحنوه ونجح وتعلم اصول الموسيقى وكتابة النوتة، وطبعا على يد اساتذة. طيب ارتباط فريد باخته بقى اسمهان، طبعا كان بيحبها جدا لان هي اخته الوحيدة. أيوة. هم اخين يعني 2 وبنت، فطبعا كان مرتبط بيها جدا وهي كانت مرتبطة بيه جدا انسانيا وفنيا. هي اتجوزت ابن عمها، راحت عاشت معاه في جبل الدروز، وبعد كده رجعت مصر تاني علشان تشتغل معاه في الفن.
وعملوا مع بعض فيلم انتصار الشباب. علاقة فريد الأطرش بالإذاعة المصرية إن بداياته كانت في الإذاعة المصرية. طبعا الإذاعة المصرية طلعت فنانين فطاحل. أما علاقة فريد بالإذاعة المصرية، هو الأول قبل ما يقدم في الإذاعة، قبل ما يقدم في معهد، هو الأول قبل ما يقدم في معهد الموسيقى كان بيحب يروح مقهى يقعد عليه مطرب شعبي اسمه محمد العربي. ده كان بيغني شعبي بلدي. فريد الأطرش التقط منه حب الموال، ولذلك تلاقي في أغاني فريد أو في بعض أغانيه بيدخل الموال في الأغنية، زي أغنية يا ويلي من حب يا ويلي واشتقت لك والفلاحة وغيرها من الأغاني ديت. فكان بيزورهم على المقهى ده الموسيقار داوود حسني. فلما سمع فريد الأطرش قال له لازم تقدم في معهد الموسيقى وتدرس موسيقى. وفعلا فريد الأطرش درس موسيقى في معهد فؤاد الأول. فلما سمعوا صوته نصحوه ان هو يلتحق بفرقة بديع مصبني. ده كله ده قبل الإذاعة. كان بطل الفرقة المطرب إبراهيم حمودة. وكان فريد الأطرش في بدايته بيعزف على آلة العود للفرقة الموسيقية، ولما تآلف مع زملائه بدأ يقدم ألحانه ويشارك معاهم في أعمال غنائية. مرة يعني اللي وصله بقى للإذاعة إن هو كان في معهد الموسيقى وقاعد في أوضة كده وبيعزف عود وبيغني مع نفسه، فسمع واحد اسمه مدحت عاصم، المدير الفني لقسم الموسيقى في الإذاعة. أيوه. فسمع عازف عود بيعزف بشكل بارع جدا، فتح باب الأوضة لقى فريد الأطرش بيعزف. قال له أنت لازم تيجي الإذاعة وتقدم الوصلات عزف، يعني تقدم وصلات للعزف منفردة على آلة العود. فخلاه طبعا يغني في الإذاعة ويقدم ألحانه، وبدأ فريد يتعرف. فيلم في بداية حياته وفيلم في ختام حياته. الفيلم في بداية حياته اللي هو كان انتصار الشباب، ده كان فتحة خير على طبعا هو عمل فعلا فيلم انتصار الشباب مع أنور وجدي وإسمهان، ده كان أول أفلامه. لكن الميلاد الفني الحقيقي لفريد الأطرش دخوله لعالم السينما هو لحن أغنية يا ريتني طير وطير حواليه. الأغنية دي كانت فتحة خير على فريد الأطرش، لأنها كانت أول مرة تقام حفلة خارجية في الإذاعة المصرية تحت سطح الأهرامات، وكانت حفلة كبيرة، وكان فريد مطرب الحفلة واللي قدمه حافظ عبد الوهاب. وكانت نقلة كبيرة في حياة فريد الأطرش ده قبل دخوله عالم السينما. فطبعا لما اشتهر وتعرف هو وإسمهان، ففي شركة إنتاج لما إسمهان طبعا رجعت مصر، ففي شركة إنتاج قالوا إن في 2 إخوات ولد وبنت صوتهم جميل جدا، عايزين ننتج لهم فيلم. فعملوا فيلم انتصار الشباب، وكان معاهم الفنان الكبير أنور وجدي. ده كان سنة 1941 تقريبا. فالفيلم نجح نجاح ساحق، وكان أجر فريد الأطرش وإسمهان في الفيلم ده 3000 جنيه، يعني كل واحد 1500. فده غير حياة الأسرة بالكامل، لأنهم قعدوا 17 سنة بيعانوا من الفقر والشقاء، ولكن 3000 جنيه سنة 41 ده كان مبلغ رهيب. فدي كانت نقلة في حياتهم الأسرية. توالت أعمال فريد الأطرش السينمائية، وبقى يغني في الإذاعة وبيعمل ألحان في الإذاعة. فحياتهم اتبدلت زي ما يكون ربنا عوضهم عن أيام الفقر اللي هم عاشوها. يعني فريد الأطرش عمل 31 فيلم بالظبط كده. ولكن في كان في بعض الافلام، هو طبعا اشتغل مع ممثلات كتير قوي، ولكن بالتحديد اتكلم عن فاتن حمامه بالتحديد. يعني فاتن حمامه حضرتك عملت معاه 3 أفلام، لحن الخلود والحب الكبير وحكاية العمر كله. تخيلي في ال3 أفلام دول اسم فريد الأطرش اتحط قبل اسم فاتن حمامه، رغم ان فاتن حمامه كانت ساعتها نجمه كبيره وبطله كبيره. يعني ده كانت في عز نجوميتها وفي عز مجدها. الوحيد اللي عملها فريد الأطرش. يعني هي اتكتبت قبل عبد الحليم في فيلم ايامنا الحلوه، فيلم موعد غرام. فطبعا كان عبد الحليم لسه في بداياته. لكن فريد الأطرش اتكتب قبلها وهي في عز مجدها وفي عز نجوميتها. الوحيد اللي اسمه اتحط قبل اسم فاتن حمامه هو فريد الأطرش. بتشوف كده ايه اكتر بطله نجحت مع فريد الأطرش؟ يعني هو اشتغل مع سامية جمال، اشتغل مع شادية، اشتغل مع فاتن حمامه، مع زهرة العلا، مع كتير قوي، مع صباح، مع اخيرا طبعا ميرفت امين. شايف كده من وجهة نظرك كده اكتر بطلة حققت نجاح معاه مين وليه؟
هي سامية جمال طبعا، لان كان فيه كيمياء ما بينهم. ايوه يعني كان فيه كيمياء ما بينهم، فعمل معاها يعني حضرتك فيلم احبك انت، وتعالى سلم، وعفريتة هانم، وما تقولش لحد، وحبيب العمر، واخر كدبة. فافلام كتير عملها معاها. بتشوف ايه اكتر فيلم الاتنين نجحوا فيه؟ كل افلام فريد الاطرش مع سامية جمال حققوا نجاح كبير، لان كان فيه كيمياء ما بينهم، وغنى لها احسن الاغاني. المزيكا بتاعت فريد الاطرش وصلت للعالميه. طبعا وصلت للعالميه بالفعل. وصول الموسيقى الشرقيه من خلال فريد الاطرش وصلت للعالميه، وده اقر به موسيقار عالمي. طبعا يا فندم، وصول موسيقاه للعالميه يعني تلاقي الحان فريد الاطرش شرقيه بحته، وفيها السهل الممتنع. أيوة. واخضع الاله الغربيه للنغمه الشرقيه. ايوه فهم. يعني وهنا هنتكلم عن وصول الموسيقى الشرقيه للعالميه من خلال فريد الاطرش، لان فيه قائد كورو استرالي اسمه فراس بورسيل. أيوة. ده اخذ من فريد الاطرش 4 مقطوعات موسيقيه: نجوم الليل، وحبيب العمر، وليلى، وزمردة، وحطهم في اسطوانات وباعوها في الاسواق الغربيه في امريكا وكل البلاد. يعني قدم موسيقى عالميه في الاطار الشرقي. فراس بورسيل القائد الكولسترالي دوت اول مره كان متردد ان هو يقابل فريد الاطرش، وفيه ناس اقنعوه ان هو يروح له. وهو اللي اعترف لفريد الاطرش وقال له الكلام ده، قال له انا ما جيتلكش علشان سمعت قبل كده اشياء شرقيه، ولكن نصها مقتبس من الغرب، فده كان بيخليني احجم من اني اقدم الوان شرقيه، ولكن الموسيقى اللي انت بتقدمها دي موسيقى شرقيه بحته، وانا سعيد جدا اني اعزفها واقدمها واسجلها. وفعلا سجلوها على حسابهم، وطلعت اسطوانات بتتباع في الاسواق العالميه باسم موزيك اورتيال وفراس بورسيل، موزيك فريد الاطرش. ودي كانت اكبر دعايه للموسيقى الشرقيه. هنا أعزائي نكون قد وصلنا سويا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء معه، والتي كانت مع الأستاذ جورج إبراهيم، وذلك بمناسبة ذكرى ملك العود فريد الأطرش. لكم تحيات أنور معروف من الهندسة الإذاعية.